بحيي حضراتكم مرة تانية على الهواء في دلتا مصر اليوم. وفي البداية طرحت معكم الموضوع الرئيس وهو القمامة أو المخلفات، وهذه المشكلة العالمية التي تعاني منها دول سواء متحضرة أو غير متحضرة. بعض الدول بدأت أن هي تأخذ خطوات جادة للتخلص من القمامة، إما بريسايكل إعادة التدوير أو باستخدامها كسماد عضوي. ده محتاج ثقافة مجتمعية معينة، محتاج تكاليف معينة. الجديد اللي احنا بنستعرضه مع حضراتكم النهارده هو دودة الأرض. كلكم هتقولوا هنجيب في البيت عندنا مثلا مجموعة من الدان تاكل المخلفات أو القمامة أو ازاي هنستخدمها، ازاي الدولة هتتجه لده. ده بيدور الآن في أروقة مراكز البحوث الزراعية. متى سيطبق في الواقع؟ متى سيكون له جدوى؟ متى سنرى النتائج؟ ده اللي بنستعرضه معكم النهارده، فكونوا معنا، وفي اي استفسارات او اتصالات احنا في انتظارها. معنا ومعكم على الهواء الدكتور محمد ابو السعود، وكيل الارشاد والتدريب بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية. اهلا بيك دكتور. معنا الدكتور محمد سعد، الأستاذ بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي بمراكز البحوث الزراعية. أهلا بيك دكتور. اللي أنا قلته ده صح ولا في معلومات ممكن نضيفها عن مشكلة القمامة ومحاولة جادة من كل الدول إن هي تتخلص منها، سواء إنها توديها دول تانية أو إن هي تصنعها؟ القمامة في حد ذاتها كنز، مش مخلفاته الصلبة بس، لا وكمان المخلفات العضوية اللي فيها. المشكلة الحقيقية تحت الظروف المصرية عندنا بنقابلها دايما. يوم ما تم الاتجاه للشركات الأجنبية في حكاية جمع القمامة، تمام، أسلوب تعاملنا مع المخلفات، أسلوب تعاملنا مع عمليات جمع القمامة وعمليات فرزها للأسف الشديد أسلوب غير علمي. فترة من الفترات كان عندنا وزارة التطوير الحضاري والناس نادوا بعملية فصل الزبالة، وإن احنا نخلي المخلفات العضوية لوحدها والمخلفات الصلبة لوحدها، لكن للأسف الشديد عملية صعبة. مش عارف، احنا مش عارفين ايه السبب، يعني الناس ما تقبلتهاش حكاية عملية الفصل دهيت. الأساليب حديثة جدا ومتطورة في وزارة البيئة، كانت برضك قايمة موجود كويس جدا في عملية مصانع تدوير القمامة على مستوى مصر ومستوى جمهورية مصر العربية. حاليا احنا لما ابتدينا نشتغل في حكاية مركز بحوث زراعية المعمل مركز المناخ الزراعي باستخدام دودة الأرض، وتم إعداد مجموعة من البحوث عشان نبحث الموضوع دهوت وازاي دودة الأرض تتغذى على المخلفات الموجودة في المنزل. دكتور محمد سعد، تعليق حضرتك على التقرير وما جاء فيه من سلوكيات أو تعليق المواطن ووعيه حول رمي القمامة ورفضه لهذا السلوك. والله انا شايف ان في ناس كتير عندها وعي، ناس حابه انها تشوف المكان بتاع رمي المخلفات وترميه فيها، ناس عندها وعي ان لو في مكان فعلا لرمي المخلفات هم يحطوا فيها. الناس اللي شغاله في قصه جمع القمامه وعملها كمشروع ده حاجه كويسه مش حاجه وحشه، بس الدوله تساعدهم. يعني الدوله لو عملت مصانع او اماكن لتجميعها بطريقه معينه انها تساعد حتى الناس اللي هم بيقوموا بعمليه التجميع والفرز. يمكن دي اساس القصه بتاعتنا، ان عمليه الفرز لو من منبع من البيت ده هيوفر كتير قوي، بدل العامل بتاع القمامه ده بيروح بنشوفه في الاكوان بيلم بيفرز الكنزات لوحدها والبلاستيك لوحده. لا، احنا عايزين الكلام ده يتم عندنا في البيت. يبقى عندنا نفترض ان عندي كيس لونه اخضر اجمع فيه المخلفات العضويه كلها، وكيس تاني احط فيه الازايز والكنزات والحاجات دي بتسهل حتى عننا في الجامعه. العامل بقى في مصر الجديده بدات هذه التجربه بالظبط، في مصر الجديده اتعملت فيها اكشاك، والناس بتاخد بدلها كمان فلوس وبتاخد بدلها حاجات ثانيه. الزجاج له ثمن، بالظبط. فدي حاجه بدايه كويسه قوي، لدرجه ان الناس بتوع جمع القمامه اتضايقوا من القصه ديت لانها ضيعت عليهم مكسب. كانوا بياخدوا الحاجات دي وبيبيعوها بالظبط كده، لان الحاجات دي بتعاد تدويرها تاني. انما القصه احنا محتاجين كل المخلفات العضويه. يمكن عندنا لو قدرنا نسبه المواد العضويه اللي موجوده عندنا في اي بيت عندنا بنلاقي حوالي بتوصل ل 60 70 80%، والباقي كله بيبقى شويه بلاستيك كنزات. انما الاساس كله هي الماده العضويه، ودي الكنز اللي احنا بندور عليه. ان احنا لو استخدمنا الماده العضويه دي ورجعنا نستخدمها تاني، لان هي الكميات الكبيره دي اللي بندور لها على مدافن على اماكن، دي اللي بتتحرق، هي دي اللي بتلوث. فدي لو اتخلصنا منها بطريقه اننا او وعدنا ندورها تاني، ده الفايده الكبيره اللي احنا بندور عليها.